اسأله. مين؟ كابتن اسماعيل يوسف. يا اسماعيل غلبونا الدفاع بتاعك. والله حاجه الله يكون في اهلا يا عونك كابتن. ده محمود فتح الله لو قفل على صلاح الكوره مش هيجيبها جون. ولو السردباك بتاعك صلاح سليمان شاف الكوره وهي بتتلعب وما خافش من بابا اركو طلع الكوره بالعرض بمنتهى السهوله رغم الاداء الرائع ليك بصراحه. كابتن مدحت وكابتن مجدي اهلا بيك كابتن اسماعيل. هو كان تمركز غلط، ده انا معاك فيها يا كابتن ايمن. انما احنا النهارده يعني المباراه بالنسبه لنا كانت كويسه، ادينا يمكن الشوط الاولاني على مستوى احسن شوط ليكوا السنه دي. ما كانش في تركيز بس في انهاء بعض الهجمات يا كابتن ايمن، زائد اللي برضه حصل بعض التوترات داخل الملعب من الكابتن جهاد. الكابتن جهاد طبعا انا بحترمه جدا، كلنا بنحترمه وبنحبه، حكم كبير. انما النهارده يعني الطريقه كمان دي علامه استفهام، وانا كنت هكلم كابتن مدحت في القصه ديت. لان اي حكم في الدنيا مش عايز يخطأ، والاخطاء وارده لينا وعلينا يا كابتن مجدي، وانت عارف كده كويس. مظبوط يا كابتن اسماعيل. فاللي حصل النهارده يعني لا، يعني في اكتر من كوره وطريقه اسلوبه مع اللعيبه. يعني يقول لك لو جت 10 مرات مش هحسب، يعني ايه؟ والكره يا كابتن ايمن اللي انت بتتكلم عليها ان فتح الله وخايفين لان اي حاجه هتلمس علينا كانت هتيجي ضربه جزاء، زي البيلين بتاع انبي اللي جه في ايد فتح الله اتحسبت ضربه جزاء. يعني برضو الطريقه والاسلوب يا كابتن مدحت لازم تفتكر يا كابتن اسماعيل انت احساسك ليك ضربه جزاء يا اسماعيل في المباراه اللي هي الكره اللي لعبها شيكابالا وجت في ايد المدافع؟ 2 يا كابتن، في واحده في اتنين في بس الاولانيه يعني لصالح المدافع، بس الثانيه انا من وجهه نظري ان هي صريحه 100%. لا 100%، والنتيجه 1-0 يا كابتن ايمن. مظبوط تفرق معانا، لكن معلش الدوري. انت مش شايف ان في اخطاء ضد الاهلي والزمالك؟ يعني النادي الاهلي تعادل مع بتروجيت بهدف الصحيح، والنادي الزمالك بتروجيت اتعادلت بهدف غير صحيح. بتروجيت قصدي تعادل مع النادي الاهلي بهدف غير صحيح، وانتوا النهارده برضه بتتكلموا في ان ليكوا ضربه جزاء. مش بنتكلم يا كابتن مجدي، لا ده حصل في الملعب وانت قاعد. لا ما انا عارف، انا بتكلم انا شايف مش ان احنا بنتكلم على حاجات وهميه، لا احنا بنتكلم حاجات داخل الملعب. مظبوط ما احنا لا تتناسب مع لعيبه نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك ولا مجلس اداره نادي الزمالك، احنا مش صغيرين يا كابتن. احنا بنتكلم على ان الاخطاء بقت عليكم انتوا والاهلي بعد ما كان الاتهام ان لصالحكم انتوا والاهلي. بعد المباراه بتاعت المحله، اصل الكره من بره، اصل الكره من جوه، اصل جت على ايده، اصل جت على الخط، اصل النهارده لا كده الماتش هيطلع كده مش هنكسب. انا بكلمك يعني انت شايف ان اللي حصل في ماتش المحله تاثيره كان النهارده؟ اثر طبعا، جاي في تحفز، والتحفز ده واضح في اسلوب الكلام. انا عمري ما بتكلم على اخطاء حكم دي. هو كلمك انت شخصيا كده يا اسماعيل؟ يا جماعه الطريقه وحشه جدا، انا داخل الملعب وشايف. هو قال لك انت كده يا اسماعيل ولا قال لمين من اللعيبه؟ قال لشيكابالا وقال لفتح الله وقال لعمرو زكي. ليه كده؟ طب ما تحسبش وخلاص. الطريقه وحشه، يعني ليه العند؟ بس ده هو اللي انا بتكلم فيه. انما مبروك لنادي الجيش النقطه، وهارد لك لفرقتنا الدوري. هو عموما يا اسماعيل انت مش حاسس ان في يعني محتاجين كلنا نلم الامور اكتر، حكام واتحاد كوره وانديه وكل الدنيا، المنظومه كلها. انا خايف بالطريقه دي على الدوري العام، انا بكلمك بامانه. يعني بالطريقه اللي بتحصل ديت، لان برضو في حاجات زياده شويه. فارجو ان كل الاطراف تتكاتف ان احنا ننهي ونبقى. احنا لسه ما بدأناش، ده اول ماتشين في الدوري يا كابتن مجدي. طيب بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن اسماعيل. لسه بدري. يعني احنا طبعا متفقين معاك ان الكره ضربه جزاء 100%، ما فيهاش فصال، زي ما بالظبط الكره بتاعت عمرو زكي اللي ما دخلتش المرمى ما هياش هدف 100%، ما فيهاش فصال. لكن اللي انا عايز اقوله يا كابتن اسماعيل، احنا عايزين نهيئ. حضرتك انت بدات حديثك عن الحكم، قلت ان انت بتحترمه جدا كحكم. بالظبط كده. دليل يا كابتن مدحت الطريقه اوكي. مش جه جنبه بعد المباراه. تمام كله ولا حد يقدر يجي جنبه. احنا صحيح. لا دي اخلاقنا يا اسماعيل، ودي اخلاقك طول عمرها واخلاق اللعيبه. احترامنا ليهم، ولا بد ان نتبادل الاحترام مع بعض. بالظبط. داخل الملعب وخارج الملعب. اللي احنا عايزين نقوله يا كابتن اسماعيل ان احنا نؤصل لدى الجماهير مفهوم مختلف شويه، انه كره القدم النهارده ما بقاش في الدوري المصري او غير المصري. انت شفت امبارح مانشستر يونايتد مغلوبه 6 على ملعبها. او يعني عايزين عند الجمهور ما نؤصلش عنده فكره انه حتى لو في خطأ تحكيمي خسر بيه،
ان المساله بقت مقصوده او مساله غير طبيعيه، يعني هتحصل اخطاء كتيره جدا في الدوري. هتحصل موسم طويل يا كابتن بالظبط كده. وانا عارف، انما انا بقول على نقطه بس، طريقه التعامل داخل الملعب. مش معنى ان انا خلي بالك ممكن اللعيبه يكونوا افوار والكلام شويه. طريقه التعامل عشان ما يستفزش اللعيبه وما يبقاش في توتر، وده بيأثر على مستوى الاداء. انما يا كابتن مدحت في بعض كابتن حسن كعادته دايما ان هو ما بيتكلمش بعد المباراه، انما بكره ان شاء الله عندنا تمرين في بعض الاخطاء الفنيه، احنا نعالج الجزء اللي احنا ممكن نقدر نعالجه في الفترات القليله ديت، وفي محاضره ويقعد بعض الاخطاء الجون اللي جه فينا ازاي كعاده كابتن حسن في كل المباريات، وما فيش مشكله يا كابتن. بالظبط بالظبط، برافو عليك يا اسماعيل. انا كنت نقطه بتكلم فيها ان طريقه التعامل مش معانا احنا بس، مع كل لعيبه الدوري الممتاز المصري لابد تمام في احترام، بدل احنا بنحترمه طبعا ومحدش يقدر يجي جنبه طبعا في اي قرار بيقوله سواء لينا او علينا طبعا. ما نحسش احنا ان في تعنت من طريقه الكلام، فبنترجمها ان لا مش هنكسب النهارده لان هو قال كذا 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 داخل الملعب، ده للعيبه وكلنا شاهدين على كده. لا طبعا هو لو قال الجمله دي وانت تصرفك يا كابتن اسماعيل اعتقد الخط فاصل. تصرفه كان هايل جدا قوي. وانا عايز اقول لك حاجه يا اسماعيل بعد اذنك تقبلها مني. سر التطور اللي انت عملته مع الكابتن حسن شحاته في فرقه نادي الزمالك في الايام الاخيره، الهدوء اللي انت عملته للاعيبتك، ان هم ما بيتكلموش مع الحكم كتير، مش بيركزوا مع الجمهور كتير، مفيش توتر وعصبيه في الملعب فبتاثر على اداء الفرقه، لدرجه اللقطه الاعظم ليكم النهارده لقطه الكابتن حسن شحاته بعد الغاء الهدف اللي جابوا نادي الزمالك واحتسب تسلل، وهو بيقول للجمهور اهدوا اهدوا مش عايزين توتروا لنا اللعيبه. والله يا كابتن ايمن احنا ما عندنا مشكله. انا عايزك تحافظ على ده يا اسماعيل الاول، يعني خلي بالكم انت عملت شكل جديد لنادي الزمالك، دي ميزه بقت عندكم، انت عملت شكل جديد. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن ايمن احنا حتى بعد المباراه احنا خدنا لعيبتنا ودخلنا جوه. برافو عليك يا كابتن اسماعيل. لا في بعض اللعيبه بتحاول تبين نفسها انها زملكاويه قوي، يعني بص احنا بنستعرض لقطه الكابتن حسن شحاته، احنا في بعض اللعيبه بتبين نفسها انها زملكاويه فتروح عايزه تتخانق مع لعيب وعايزه تتخانق مع حكم. من فضلك يا كابتن اسماعيل، وانا عارف اخلاقياتك وعارف ذكائك وعارف فنياتك، لازم تحاول تكلم اللعيبه دي بشكل قاسي جدا، ان انت لازم تخليهم يركزوا في الملعب. لكن اللعيبه اللي بتقعد حتى تتكلم بتقول مع الحكم كتير، الحكم قد يكون بيخطئ او بيستفز اللعيبه. انت كنت لعيب كوره وفاكر كنا بنقعد نتفق قبل المباراه ان الحكم النهارده سهل استفزازه وممكن يوترنا يدينا انذارات وممكن هنعصبه يحاول يحسب قرارات ضدنا، فتعالى نتجاهل وجوده في الملعب ونركز في المباراه. ده احنا متربيين على كده يا كابتن اسماعيل. طبعا يا كابتن ايمن احنا ما بنتكلم. انا عايزك تهدى لان انا حسيت ان انت اتشديت زيكم النهارده. كابتن حسن دايما اصراره لا ركز في المستطيل الاخضر. انا عايزك بس يا كابتن اسماعيل، الكابتن مدحت قال لك كلمه خلي بالك، احيانا كمان اللعيبه بتحاول تزود في الكلام او بتسخن في الكلام او بتوقع بالكلام عشان تبين ان هي ادائها ليه ما حققش النتيجه لا يا كابتن ايمن، لا يعني دي نقطه انا متاكد منها مليون في الميه. احنا عايزينك بس يعني تحافظ على هدوءك. عمرها ما تحصل. لا خالص يا كابتن اسماعيل، لعيبه ولا 2 ولا 3. انت قلت كلمه جميله ومنهم كابتن احمد حسن كابتن الفرقه، يعني لا بص يا كابتن اسماعيل، انت راجل عندك خبره كبيره قوي في الملاعب وفاهم يعني ايه دوري وفاهم يعني ايه ازاي احتفظ بهدوء لعيبتي اطول وقت ممكن عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. ويفترض وانت بتمسك الفرقه ان انت هتقع في ماتشات تتعادل فرقه من غير لازمه وما يتحسب عليك ضربات جزاء من غير لازمه وتكسب ماتشات من غير لازمه. يا كابتن ايمن قلت ما فيش مشكله، يعني انا ببارك لفرقه نادي الجيش وما فيش مشكله، الدوري لسه طويل. احنا برافو عليك. في بعض الاخطاء بالنسبه لنا الفنيه اللي هشرحها الكابتن بكره، انما انا بس كان عندي علامات استفهام. انا اتمنى ان انت تتجاوزها انت وسيب الاداريين يشتغلوا فيها واهتم انت بالفنيات، لان الفرقه زي ما انت بتقول في اخطاء فنيه في الطريقه الدفاعيه بتاعتنا. انا بتكلم مع حضرتك وكابتن مجدي اوعى تتوتر بس وكابتن مدحت عشان انا متحدث رسمي لازم انتم واجب عليا ان انا اطلع. تمام برافو عليكم زي ما واحنا بنحييك على اللي انت بتقوله ده. انت قلت وكابتن ابراهيم امبارح لازم الثقافه ان احنا نطلع كسبانين، نطلع متعادلين، نطلع برافو عليك يا كابتن. واجبي ان انا اطلع ابرر كذا كذا، لكن الموضوع
بعد ما اقفل مع حضرتك خلاص الموضوع انتهى بالنسبه برافو لي. عليك. ركز في المباراه اللي بعد كده وهكذا يعني. طيب سؤالين سرعة يا كابتن اسماعيل. اتفضل. اللي بالنسبة اولا لمباراة الانتاج الحربي، هل وصلتوا الملعب ولا لسه؟ اتحدد بكره ان شاء الله يا كابتن مدحت، ان شاء الله غالبا هيبقى في السويس. هيبقى في السويس. ملعب السويس. هتبقى يوم الجمعة ان شاء الله اللي جاي. ان شاء الله ان شاء الله. طيب السؤال الثاني، احنا علمنا انه يعني اذا حبيت تجاوب يعني ان ميدو بعد ما وصلتوا الملعب واتحط الاسم رقم 18 غادر الملعب، هل كان باذن ولا بدون؟ لا هو كان ميدو امبارح واحنا بنعمل الكرات الثابته في النادي، ففي بعض شاط كوره فرجليه الثابته يا كابتن مدحت السمانه حست فيها بوجع. اوكي. فكان احنا كنا طالعين بعد التمرين على المعسكر على طول، وما كانش في تمرينه ثانيه بالليل. فالدكتور كشف عليه قال لا كويس، ممكن ميدو انت حاسس بحاجه؟ قال لي يا كابتن انا عايز انزل اجرب في الملعب، عشان ما ينفعش ان انا اتحط وانا يبقى مش 100% سليم. تمام. فنزل الملعب قبل الماتش جرب، حس بوجع، فانا بحترمه جدا على الموقف ده ميدو. فقال يا كابتن، راح للكابتن حسن قال له لا يا كابتن انا مش 100%، فلو سمحت حط حد بدالي يكون 100%. 100 حصل. خلاص شوف اجابتك وضحت امور كتيره جدا. كان زمان بقى يا اسماعيل لو ما طلعتش انت قلت الكلام ده كان اخماس في اسداس وخد قصص من هنا لبكره على الموضوع دوت، تلاقي افلام اتعملت. ما هو انا اصراري ان انا ارد على حضرتك كابتن مدحت. لا برافو عليك، برافو عليك يا اسماعيل. احنا بعيدا عن النتيجه بنهنيك بالاداء وبالفنيات المميزه اللي موجوده في الفرقه، ونتوقع ليك منافسه على بطوله الدوري بشكل قوي ان شاء الله. يا ابو السباع، توفيق يا كابتن. ابو السباع ركز في الهاف ديفندر شويه. حاضر. ركز معاهم والله. لا ان شاء الله محتاجين شغل. توفيق يا كابتن اسماعيل، بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. مهم. ده مهم.